دول 3 بيضات، 3 بيضات وفانيليا. انا قررت اعمل كيكه 3 بيضات وفانيليا. ودي البيض اللي انا عملته وضربته بيض بلدي. فانتي لو عندك بيض تاني مش بلدي اللي هو البيض الاحمر او البيض الابيض حطي بيضتين بس، تمام. لكن انا علشان خاطر ما كانش عندي بيض من الابيض او الاحمر التاني حطيت البلدي، فحطيت 3 بيضات. انتوا عارفين حجمها بيبقى صغير، وهضربهم في الخلاط. بصوا بتزيد ازاي، كل ما تضربيها كل ما البيض بيزيد ازاي هو والفانيليا. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. انا بضرب ليه البيض الاول، ما بحبش احط المكونات كلها مع بعض يا بنات. ليه بقى؟ عشان انت لما بتحطي المكونات كلها مع بعض ريحه البيض وزفاره البيض بتفضل فيه زي ما هي. انما لما بتحطي الفانيليا وتحطي البيض وتضربيه، الزفاره اللي موجوده في قلب البيض بتروح، ما بيكون لهاش اثر في قلب الكيكه، فما بقالهاش اثر في قلب الكيكه. عشان كده لازم تضربيها، ما تعمليش حاجه اسمها تحطي كله على بعض وتقلبي بالمضرب اللي هو التاني اليدوي ده وهتبقى جميله ومش جميله. لا يا بنات ما تعملوش كده، اضربوها الاول يا اما في الخلاط يا اما في الكبه بتاعتكم يا اما بمضرب البيض. المهم ان انتوا تضربوها كويس قوي، اضربوها في العجانه، اضربوها زي ما يكون. انا عندي اصلا كبه، عندي غير الخلاط، بس انا بحب اعملها في الخلاط صراحه. الخلاط بينجزني في حاجات كتير وبينجز معايا حاجات كتير. فانتي حبيبتي اضربي نصيحه عشان طعم الكيكه يبقى حلو وما يبقاش فيها طعم البيض وزفاره البيض. اضربيها في الخلاط الاول، لما بتضربيها في الخلاط الاول هتبقى جميله جدا صدقيني. بعد كده هحط لها السكر اهو يا بنات. هحط لها السكر. انا ما بحبش احط سكر كتير، فاحط كوبايه الا ربع. المفروض احط كوبايه سكر، انا هحط كوبايه الا ربع سكر. طبعا انا عارفه المقدار وايه اللي هيتحط، فانا حطيت كوبايه الا ربع سكر، تمام. وهضربها قبل ما احط اي حاجه تانية، قبل ما احط الزيت وقبل ما احط البرتقال. المفروض احط برتقال بس انا ما عنديش برتقال فهحط فانتا، يعني للاسف ما عنديش برتقال. هحط فانتا واحط زيت واحط حته سمنه برضو، واحط كوبايه الا ربع. كوبايه الا ربع دي الربع سمنه والباقي زيت. هحط النص زيت وربع سمنه، يبقى كوبايه الا ربع احطهم عليها واضربهم. بس بعد ما اضرب السكر والبيض. خدي بالك لما بتضربي السكر والبيض الاول بيديكي حاجه مهمه قوي، بيخلي الخليط يبقى تقيل شويه معاكي. بصوا يا بنات، انا حطيت الدقيق والبيكنج باودر، بس لسه طبعا هو عايز دقيق كمان لان انا عامله مقدارين مش عامله مقدار واحد. ده ياخد 3 كوبايات دقيق، المقدار الواحد بياخد 3 كوبايات دقيق. المفروض انا احط 6 كوبايات، انا حطيت 5 كوبايات لها قبل ما تدخل الفرن. وهدخلها الفرن، انتظروا معايا بقى لما تطلع. بصوا الكيكه طلعت اهي من الفرن خلاص. انا خلصت، مش مصدقه ان انا خلصت. بصوا الكيكه طالعه جميله ازاي. الصينيتين الصراحه طالعين تحفه. على فكره خفيفه جدا، مش تقيله يعني. انا وانا بغرس فيها السكينه خفيفه جدا جدا. اعملوها بنفس المقدار اللي انا قلت لكم عليه، هتطلع تحفه بجد، هتشكروني عليها.